السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. إخواني الأكارم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. أهم تصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في لقائه الدوري مع الصحافة، حيث تمحورت هذه التصريحات فيما يلي: أولا، لا هدم ولا طرد من البنايات أو السكنات غير شرعية خلال فصل الشتاء. ثانيا، نعمل على رفع القدرة الشرائية للمواطنين تدريجيا خلال سنتين. ثالثا، التزمت بتسوية 600 ألف ملف خاص بالتشغيل، وقبل ديسمبر 2023 لن يبقى هناك عقد عمل محدد المدة. رابعا، التزمت برفع الأجور بنسبة 47% خلال سنة 2023 و2024. خامسا، الزيادات المقررة في الأجور والمعاشات ستصب كلها قبل شهر رمضان. وفي الأخير نقول مبروك هذه الزيادات في أجور الموظفين، ونقول كذلك ربي يحفظ الرئيس، وربي يحفظ الجزائر وأهلها وشعبها من كيد الأعداء، آمين يا رب العالمين. ولا ننسى شعار الجزائريين: اللي يحب عمو تبون يفرحنا بالاشتراك نتاعو في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله. إخواني، الرجاء منكم الاشتراك في القناة لكي يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.